تعالوا معايا كده نتكلم عن لعيبة لازم تكون خارج جدران النادي الأهلي في انتقالات يناير الجاية. أول لاعب معانا هو اللاعب المغربي أشرف داري. اللاعب إصاباته كتيرة وكل ما يتحسن من إصابة يرجع ويتصاب تاني، لدرجة إنه اتصاب وهو رايح يعمل أشعة. ده غير إنه واخد مكان في قائمة الأجانب ومعطل إن النادي الأهلي يجيب بدال مكانه. اللاعب التاني هو أحمد نبيل كوكا. سمعنا الأيام اللي فاتت إنه بيماطل في عملية التجديد وإنه طالب سعر عالي عشان يجدد. طب معلش، ده ليه وعلى أساس إيه؟ عشان كده بقول إن النادي الأهلي هيوجه الشكر ليه. اللاعب التالت معانا هو اللاعب عمر كمال. عمر كمال للأسف الشديد مستواه نزل جدا الفترة الأخيرة وبقى عبء كبير على الفريق، ومن الأفضل إن يتم استبداله بباك رايت مصريين أو يتوجه له الشكر لضعف المستوى الفني. اللاعب الرابع من وجهة نظري الشخصية محمد مجدي قفشة. قفشة بنسبة كبيرة ممكن يخرج إعارة لأحد الأندية المصرية، وأتوقع يكون نادي سيراميكا كليوباترا، وده لحد ما يتعيد مستواه الكروي من جديد. اللاعب الخامس معانا وهو اللاعب أحمد بيكهام. للأسف جمهور الأهلي وأنا واحد منهم انخدع تماما في اللاعب، وقلنا إنه مدافع ممتاز في بناء الهجمات وتقيل على الكرة، واكتشفنا إنه تقيل أصلا في اللعب. عشان كده بتوقع رحيله في يناير. دي قائمة اللعيبة اللي من وجهة نظري لازم تخرج من النادي الأهلي ويتوفر بدائل ليهم. في نهاية الفيديو ما تنساش تقولي في الكومنتات مين اللاعب اللي يستحق يخرج من النادي، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.